9 فنانين مسيحيين حافظين للقرآن الكريم. جورج وسوف سلطان الطرب زي ما جمهوره لقبه، صاحب تاريخ غنائي كبير بيتكلم عن نفسه. بالرغم من انه مسيحي الديانة إلا انه فاجئ جمهوره بانه يعرف يأذن وبصوت مميز، ده غير ابتهالاته على اليوتيوب لدرجة ان الجمهور اختلاف كبير على ديانته، وتحديدا بعد ما فتح في عزاء ابنه سورة مريم. وائل كفوري، الفنان وائل كفوري من أقوى الأصوات في الوسط الفني، صاحب أجمل إحساس وأروع أداء. وائل معروف عنه إنه بيحب دايما ينوع في أغانيه ويقدمها بشكل مميز. هو اسمه الحقيقي ميشيل دامن كفوري. وائل بالرغم من إنه مسيحي إلا إنه أثار الجدل بقراءته للقرآن الكريم في سورة آل عمران لما قالها في لقائه مع وفاء الكيلاني، وساعتها ناس كتير انتقدت الطريقة اللي قال بيها الآية، وناس تانية بصت بنظرة إعجاب. جورج قرداحي واحد من أشهر الإعلاميين في الوسط الإعلامي، وتعرف ببرنامجه الأشهر من سيربح المليون، واللي كان حدث في وقت عرضه، لكنه عنده مسيرة تانية مميزة من البرامج من ضمنها المسامح كريم. المهم، جورج وقت مقابلته في برنامج منى الشاذلي اتفاجئنا كلنا إنه حافظ القرآن الكريم، وده حصل لما سمع عليها جزء من سورة العنكبوت. فيروز الصوت الرسمي للعشاق واللي غنية عن التعريف، لأن أغانيها لسه عايشة بينا لحد دلوقتي. بالرغم من إنها مسيحية الديانة إلا أنها اتعلمت على إيد محمد وأحمد فليفل، ودول ملحنين ومنشدين من القرآن، ولأنها اتعلمت على إيدهم اتعلمت الإنشاد الديني وأصول القرآن الكريم. توني خليفة، الإعلامي توني خليفة واحد من أهم الإعلاميين في مجاله، وبالرغم من إنه مسيحي الديانة إلا إن أثناء استضافته مع الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج 100 سؤال رد عليها لما سألته ليه حفظت القرآن الكريم بإنه حب يتعرف على الدين الإسلامي، والسبب التاني عشان يعرف يجاري ضيوفه، خصوصاً إن معظم حلقاته كانت بطابع ديني، فما كانش ينفع يبقى قاعد قدام ضيوفه وهو مش عارف أصول القرآن. لطفي لبيب صاحب مدرسة الكوميديا اللي ما يتزهقش منها أبداً والأمتع لجمهوره على الإطلاق. الفنان لطفي في الأساس مسيحي الديانة، ولكن أثناء لقائه في أحد البرامج التلفزيونية لما اتسأل ليه بيسمع القرآن رغم ديانته المسيحية، رد وقال إنه بيحب يسمع القرآن وحافظ سورة النمل ومريم، لأنه شايف إنه بيحقق سلام نفسي لما بيسمعه، وخصوصاً بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. نيشان، الإعلامي نيشان قدر يفرض نفسه ويتميز بمكانة خاصة ومميزة بيه من خلال برامجه، وبالرغم من ديانته المسيحية إلا إنه محب للدين الإسلامي، ومش كده وبس، ده اعترف إنه حافظ 28 سورة من سور القرآن الكريم، وكمان بيفضل إنه يقرأ سورة الشرح اللي قال عنها الانشراح قبل ما يبدأ أي عمل، لأن ده بيساعده إنه يحصل على سلام نفسي ما كانش يتخيله. مادلين طابر، الفنانة مادلين طابر من الفنانات المميزات في مجالهم، وبالرغم من ديانتها المسيحية إلا إنها قالت في برنامج اسألني إنها بتحب الاطلاع على كل الأديان، وإنها بتحب تحفظ القرآن الكريم لأنها كانت في مدرسة سنية، ووصفت ده بإنها مغرومة بالاطلاع على الأديان بالرغم من إنها مغرومة بديانتها وما تقدرش تبعد عنها. سناء جميل، الفنانة سناء جميل صاحبة الأداء الناجح اللي يلمس القلب سواء في الكوميديا أو الدراما، بمشوار استمر لمدة 50 سنة. سناء بالرغم من إنها مسيحية الديانة لأن جوزها حكى في الفيلم الوثائقي اللي اتعمل عنها إنه كان مفكرها مسلمة في البداية، وده لأنها كانت دايما بتصلي على النبي وبتسمع القرآن الكريم، وإن لولا اعترافها بإنها مسيحية ما كانش اتجوزها وكان هيفضل مفكرها إنها مسلمة. وبعد ما حكيت لكم عن الفنانين المسيحيين اللي حفظوا جزء من القرآن الكريم، يا ترى مين أكتر واحد اتفاجئتوا منه؟ كنت أنا معاكم أنا وسامح في فانز كلاب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب وتكتبوا رأيكم في الكومنتس تحت.